السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي المتقاعدين الكرام، صلوا على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اليوم جبتكم خبر يفرح القلب ويشعل الخاطر، خبر على زيادات ومعاشات رايحين يدخلكم رسمي في أكتوبر 2025، وزيد أخبار أخرى على 2026 الزيادات، وعلى تصريحات مهمة من عند مدير الجديد تاع المنظمة الوطنية للمتقاعدين. وأول حاجة نبداو بها خاوتي العزاز، خاوتي راهو كاين بزاف اللي غلط ناس ويسقسي واش كاين في أكتوبر. كاين زيادات بصح الرئيس هدر على 2026، واش معناتها؟ أنا نقولكم كلمة واحدة: أكتوبر فيه زيادات رسمية ومؤكدة ومشي كلام جرائد، والدولة راهي رايحة تطبق التتميم السنوي كما كل عام. وهذه راهي زيادة إجبارية، والنسب رايحة تكون بين 5 إلى 10% حسب كل معاش. أما الزيادات الاستثنائية هذه جديدة ومختلفة، وجات كدعم مباشر للمتقاعدين، والنسبة تاعها تروح بين 3% و5%، وتركز أكثر على الفئات اللي عندها معاش ضعيف ومتوسط. أما بالنسبة للمنح الجزافية، وهذه بالناس وبزاف عفوا سمحوا لي، وهذه بزاف ناس فرحوا بها، وراهي منحة إضافية تقدر تقريبا تقدر ب5000 حتى 10000 دينار جزائري شهريا لبعض الفئات اللي عندها دخل ضعيف جدا. يعني باختصار أكتوبر في 3 حاجات: تثمين زائد زيادة استثنائية زائد منحة جزافية. ونجيو درك لحديث الرئيس اللي صرا البارح الرئيس قال كلمة مهمة بزاف: مش غير 2025 بل حتى 2026 رايح يكون في زيادات جديدة. والناس تسقسي قداش يا ربي هاد الزيادة؟ المصادر الرسمية والمحللين الاقتصاديين يقولوا الزيادة اللي راح تكون في 2026 ممكن توصل حتى 8 ولا 12%، يعني أكبر من زيادة 2025، وتجي في إطار مراجعة شاملة للمعاشات وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. يعني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى وعد واضح، والزيادات رايحة تتواصل ومش توقف في 2025. نزيدكم حاجة مهمة بزاف: المدير الجديد تاع المنظمة الوطنية للمتقاعدين خرج بتصريحات نارية، قال بلي كاين منحة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وتقدر ب700 ألف دينار، 700 ألف سنتيم، يعني 7000 دينار جزائري، و 7 ملايين سنويا كدعم. وملفات جنود الاستبقاء راهي تواصلت للتسوية، والناس بزاف راهي رايحة تشوف حقها قريبا. والمحاربين في العشية السوداء حتى هما داخلين في التسوية، والحقوق تاعهم راهي تدرس. والأرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين عندهم تثمين وزيادات خاصة فوق المعاش العادي، والدولة راهي تضمن لهم امتيازات معتبرة. نزيدكم حاجة أخرى مهمة بالنسبة لكم باش نبين الصورة وتكون واضحة: التثمين السنوي يدخل في أكتوبر 2025، والزيادات الاستثنائية تدخل في نفس الشهر مع التثمين السنوي، والمنحة الجزائية تتفاعل مع نفس الفترة خاصة للضعفاء. أما منحة الأمراض المزمنة 700 ألف دينار سنتيم شهريا و7 ملايين سنتيم سنويا قريب تدخل حيز التنفيذ. وملفات خاصة الأرامل المجاهدين وأبناء الشهداء وجنود الاستبقاء وكامل راهي الدولة تحضر لهم حلول وتسويات. أما يا خاوتي الخلاصة من هذا الشيء: أكتوبر 2025 فيه زيادات رسمية ومؤكدة. 2026 الرئيس وعد بزيادات جديدة وأكبر. والمنظمة الوطنية للمتقاعدين راهي تضغط باش كل فئة تأخذ حقها: مرضى مزمنين، أرامل، مجاهدين، أبناء الشهداء وجنود الاستبقاء ومحاربي العشية السوداء. أو الرسالة اللي لازم توصل أن الدولة راهي ماشية بخطوات ثابتة لرفع المعاشات عام بعد عام، ومشي توقف المعاش تاع المتقاعد راهو رايح يتحسن من 2025 حتى 2026 بإذن الله.